الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. فما زلنا في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله. قال الشيخ رحمه الله: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. مقصود الشيخ رحمه الله بيان أن توحيد العبادة، بيان فضل توحيد العبادة في تكفيره للذنوب. بيان فضل توحيد العبادة في تكفيره للذنوب. سبق معنا وذكرنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام. إيش هم يا شيخ محمد؟ توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات. وهذا الكتاب يتكلم عن القسم الثاني من أقسام التوحيد، وهو توحيد الألوهية. فضل نعم. التوحيد أي فضل توحيد الألوهية، أي فضل توحيد العبادة وما يكفر من الذنوب. تمام؟ ممكن تكون بمعنيين، هذه وما يكفر من الذنوب تأتي بمعنيين، أي فضل التوحيد الذي يكفر الذنوب، تمام، أو الذي يكفر نعم. من الذنوب، أو فضل التوحيد وتكفيره الذنوب. يجوز هذا ويجوز هذا. طيب، وذكر الشيخ رحمه الله خمسة أدلة. الدليل الأول قول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. وجه الدلالة من هذه الآية في قوله: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن آمن فمن آمن ولم يلبس، أي لم يخلط، ولم يلبس إيمانه بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فجزاء الذين آمنوا ولم يدخل إيمانهم الشرك، جزاؤهم ماذا؟ لهم الأمن وهم مهتدون. لهم الأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة. فمن فضل التوحيد أنه يحصل أو يحصل به الأمن والاهتداء في الدارين. الإنسان إذا وحد الله عز وجل يعيش في أمن وأمان، يعيش في أمن وأمان. نحن قلنا أن الظلم هنا المقصود به الشرك. لماذا قلنا هذا؟ لما جاء في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الصحابة لما نزلت هذه الآية، قالوا: يا رسول الله، وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ يعني هم فهموا من الظلم هنا المعاصي. قال: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس ذاك. ألم تسمع قول لقمان لابنه: إن الشرك لظلم عظيم؟ فالظلم هنا الشرك. الظلم هنا إيش تعريفه؟ إيش معناه؟ الشرك. 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 نعم. يبقى إذن الذين آمنوا ووحدوا الله عز وجل جزاؤهم الأمن والاهتداء، يعيشون في أمن واهتداء في الدنيا والآخرة. والدليل الثاني حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. أخرجاه. هذا الحديث نعم. متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم. وهذا معنى قوله أخرجاه، هذا عند البخاري ومسلم. نعم. ودلالته على أن التوحيد يا شيخ محمد يكفر الذنوب في قوله: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فمن شهد أن لا إله إلا الله ووحد الله عز وجل ولم يشرك معه غيره، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ما معنى على ما كان من العمل؟ أي على ما كان منه من صلاح أو فساد.
فمن فضل التوحيد يا شيخ محمد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة. فمن فضل التوحيد أن من مات عليه فمصيره إلى الجنة. طيب، إدخال التوحيد أهله الجنة نوعان. يعني كيف التوحيد يدخل أهله الجنة؟ عن طريق نوعين يا شيخ محمد. كم نوع؟ نوعين. أول شيء إدخال في الحال. يعني إيه إدخال في الحال؟ يعني لا يدخل النار، يدخل الجنة مباشرة. وهذا للموحد الكامل في توحيده، وعنده الحسنات أكثر من السيئات، فهذا لا يدخل النار بل يدخل الجنة مباشرة. نعم. طيب، القسم الثاني أو النوع الثاني، الموحد لكن عنده ذنوب ومعاصي يحتاج أن يتطهر منها. موحد لكن عنده ذنوب ومعاصي يحتاج أن يتطهر منها، فيدخله واستحق دخول النار، واستحق نعم. دخول النار، لكن هذا لا يخلد في النار، لأننا عندنا القاعدة: لا يخلد في النار موحد. ماذا؟ لا يخلد في النار إيش؟ موحد. اكتب هذا: لا يخلد في النار موحد، حتى نعم. ولو فعل المعاصي والذنوب الكثيرة ومات على التوحيد ودخل النار لا يخلد فيها. لا يخلد في النار إيش؟ نعم. الموحد. نعم. وذكر شيخ، الشيخ. ممكن سؤال تفضل. أو في الآخر؟ حتى المنتحر. حتى المنتحر. نعم. نعم. المنتحر شاع عند بعض الناس أنه كافر، وهذا خطأ. هذا خطأ. نعم. المنتحر ليس بكافر، بل هو عاص مرتكب لكبيرة. نعم. واضح الكلام؟ إن مات من أهل التوحيد نعم. أدخله الله الجنة. لكن المنتحر هذا تدري عنده نقص في توحيده. ولو عنده توحيد وعنده إيمان نعم. كامل ما فعل هذه لن ينتحر. الفعل، لكن هو عنده نعم. نقص، عنده ضعف. معي؟ نعم. انتبه، لأن هذا الحديث سيأتينا في المسائل أي الفوائد، في أن عيسى عبد الله ورسوله. ماذا تعتقد في عيسى؟ وإيه عبد الله؟ عبد الله ورسول الله عليه الصلاة والسلام، من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل. تمام. نعم. نعم. وعبد لله عز وجل، وكلمته ألقاها إلى مريم، وكلمته يعني قال الله عز وجل كن، خلقه الله بكن فكان. وروح منه، أي روح خلقها الله، روح خلقها الله. والجنة حق والنار حق. وهذا من لوازم الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا شرط الإخلاص، نعم. يبتغي بذلك وجه الله. فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله. طيب، كيف يحرم على النار؟ بأمرين كذلك: تحريم دخول، يعني لا يدخل النار. تمام. أبدا لا يدخل النار نعم. نهائيا. وهذا في حظ من؟ وهذا من نصيب الموحد كامل التوحيد الذي له حسنات غلبت سيئاته. وكذلك يحرم عليه الخلود في النار، لا يخلد في النار موحد كما ذكرنا، يبتغي بذلك وجه الله. لا بد أن يقول لا إله إلا الله مخلصا لله سبحانه وتعالى، ويعمل بمقتضى لا إله إلا الله، فلا يعبد مع الله غيره. وذكر الشيخ نعم. رحمه الله دليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى عليه الصلاة والسلام: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الدليل الرابع في قوله
مالت بهن لا إله إلا الله. يعني أنت ما كان في السماوات والأرض وما بين نعم. السماوات والأرض لو وضع في كفة ولا إله إلا الله في كفة أخرى مالت بهن لا إله إلا الله. فهذا يدل أو من فضل التوحيد أنه يرجح بجميع المخلوقات لثقله. التوحيد ثقيل، وكذلك يغفر ويكفر عن الذنوب الثقيلة. نعم. وللترمذي وحسنه عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث وجه الدلالة فيه على فضل التوحيد وأنه يكفر الذنوب. قال: لأتيتك بقرابها أو بقرابها مغفرة. القراب، القراب يا شيخ محمد هو ملء الشيء. القراب هو إيش؟ ملء الشيء. يعني إيه ملء الشيء؟ يعني مثلا قراب الأرض يعني ملء الأرض، تمام؟ أو قراب الكوب يعني ملء الكوب. فهمت؟ يبقى نعم. القراب هو الملء، ملء الشيء. نعم. فالإنسان لو أتى الله عز وجل بقراب الأرض خطايا، بملء الأرض خطايا، ثم لقي الله نعم. عز وجل لا يشرك به شيئا، الجزاء بفضل التوحيد أن الله عز وجل يقابل هذه الخطايا بمثلها مغفرة. لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم. لا تشرك بي شيئا، هذا هو ذكر التوحيد. لا تشرك بي شيئا. فالتوحيد، أين أخذنا التوحيد من هنا؟ بالنهي عن الشرك. نهى الله عن الشرك، فهو أمر نعم. بضده وهو التوحيد. واضح الكلام؟ نعم. طيب. قال الإمام رحمه الله: فيه مسائل، وذكرنا أن هذه المسائل فيها إيش؟ فوائد. يعني هي فوائد يستنبطها الشيخ من هذه أو من هذا الأحاديث، من هذه الأحاديث والآيات. الأولى سعة فضل الله. نعم، سعة فضل الله سبحانه وتعالى، أن الله واسع الفضل، يكفر الذنوب ويتوب على من تاب سبحانه وتعالى. الثانية نعم. كثرة ثواب التوحيد عند الله. كثرة ثواب التوحيد، ومر معنا أن الموحد إذا فعل ما فعل من الذنوب وجاء الله سبحانه وتعالى بالتوحيد، الله عز وجل يكفر عنه. قال: تكفيره مع ذلك للذنوب. نعم. تفسير الآية التي في سورة الأنعام، في الرابعة، تفسير الآية التي في سورة الأنعام التي هي إيش؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. قلنا الظلم ما معناه؟ الشرك. الشرك. نعم. الخامسة تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. إيه الخمس؟ من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة. هذه هي الخمس. تأمل هذا تجد الفضل العظيم. السادسة أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده في قوله: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، تبين لك، انتبه، تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. تجد الآن كثير من المسلمين يا شيخ محمد يقول لا إله إلا الله، تمام، وهو لا يعرف معناها، بل يشرك نعم. مع الله سبحانه وتعالى. يذهب يعبد القبور والأضرحة، تمام، ويقول لا إله إلا الله. طيب كيف هذا؟ يعني هل لا إله إلا الله معناها أنك تعبد غير الله؟ ولا يفهم معناها. لذلك من الخطأ، انتبه، من الخطأ البين أن نقول أن كل من قال لا إله إلا الله موحد. هذا خطأ. لا، بل لابد أن ننظر إلى عمله، هل هو موافق للا إله إلا الله أم لا؟ واضح نعم. الكلام؟ نعم. فهؤلاء المغرورون الذين ذكرهم الشيخ يظن أن بقوله لا إله إلا الله أنه أصبح موحد، وهو لا يفهم معناها أصلا، لا يفهم معناها. السابعة نعم.
السابعة التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان. ما هو الشرط؟ يبتغي بذلك وجه الله، الإخلاص. قال لا إله إلا الله، لكن إيش الشرط في إيه؟ في إيش؟ يبتغي بذلك وجه الله، يبتغي بذلك وجه الله. الثامنة كون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله. نعم، الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله. طب كيف بغيرهم؟ ها؟ كيف نعم. بغير الأنبياء؟ كيف بنا نحن؟ طبعا نحتاج إلى التنبيه على التوحيد. لذلك لا يمل نعم. الإنسان من التكرار والكلام في التوحيد، لا يمل. لا إله إلا الله ده فضل عظيم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة كم سنة يا شيخ محمد؟ 13 سنة. آه تمام؟ في مكة. نعم، 13 سنة يدعو الناس إلى التوحيد. ذهب إلى المدينة، نزلت عليه 10 سنين. الآية. 10 سنين نزلت عليه الآية في سورة محمد. ماذا قال له الله عز وجل؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. انظر، يعني بعد هذا العمر، كل هذا العمر في نعم. دعوة الناس إلى التوحيد، الله عز وجل ينبهه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب كيف بنا نعم. نحن؟ ها؟ كيف بنا نحن؟ التاسعة التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن فين هذا؟ في حديث موسى عليه السلام لما قال: لو جمعوا هذه في كفة وهذه في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه. يعني لا تنفع. ليه يا شيخ محمد يقول لا إله إلا الله ويذهب للقبور؟ ها؟ لا يطبق لا إله إلا لا يطبق، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله. يقول يا الله. حسين، نعم. ها يا علي، ها يقول لا إله نعم. إلا الله ويشرك مع الله غيره. العاشرة النص على أن الأراضين 7 كالسماوات. نعم، الأراضين 7 أراضين و7 سماوات. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني 7. الحادية نعم. عشر أن لهن عمار، تمام، فيما بين السماوات والأرض. الثانية عشرة إثبات الصفات خلافا للأشعرية. هل تعرف من أين أتى بها الشيخ إثبات الصفات هذه خلافا للأشعرية؟ لا. ها، انظر كده، لا أدري. انظر للأحاديث التي قرأناها واستخرج لي منها صفة لله عز وجل. هل تعرف؟ انظر. أي صفحة فقط؟ لأني لا أقرأ على الكتاب صراحة، أقرأ من عندك. هذا الباب الثاني، باب فضل التوحيد وما يكفر. الباب الثاني. نعم. باب فضل التفسير. انظر كده، انظر في هذا الباب وحاول أن تستخرج لي صفة لله عز وجل. تذكرت. يبتغي بها وجه الله. أحسنت، صفة الوجه. بدون ما أقرأ يا شيخ، بدون ما أقرأ. بارك الله فيك، أحسنت. صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. نعم. تمام. وفي صفة أخرى، هل تعرفها؟ صفة الوجه وغيره. ألم يكلم الله عز وجل موسى؟ صفة نعم صحيح. صفة الكلام. لكن نعم. الأشاعرة ماذا يقولون في صفة الكلام يا شيخ محمد؟ هم يثبتون صفة الكلام، هم يثبتون صفة الكلام، لكن كيف يثبتونها؟ كيف يقولون أن الله يتكلم؟ هل تعرف كيف؟ نعم كيف؟ شيء عجيب جدا. ممكن أنت يعني ربما أول مرة تسمع شيء عجيب. يعني يقولون نعم أنا ما أن سمعت. الله يتكلم كلام نفساني في نفسه. كيف يعني؟ يعني مثلا والله يا شيخ محمد أنا أقول لك أنا زعلان منك يا شيخ محمد. أنا لا أريد أن نتكلم مرة أخرى. فتقول لي لماذا يا شيخ؟ ماذا فعلت معك؟ أقول لك أنا قلت في نفسي بالأمس أني أريد أن أراك غدا ولم تأتي. تقول لي أنت لم تخبرني. فأقول لك أنا قلت في نفسي. هكذا يقولون نعم. عن صفة الكلام لله عز وجل. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. تمام، هذا نعم. خطأ. لا، الله عز وجل يتكلم بصوت وحرف يسمع. هذا المعتقد، معتقد أهل السنة والجماعة في صفة الكلام، أن الله عز وجل يتكلم بصوت
وحرف مسموع متى شاء نعم. وكيف شاء ومع من شاء. واضح. نعم. والله عز وجل يتكلم كل يوم وسيتكلم. كيف يتكلم كل يوم؟ الملائكة لما تصعد بالأعمال يقول لهم ايش؟ ماذا تركتم عبادي؟ صح؟ أليس الله نعم. عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل يوم ويقول هل من سائل فأعطيه؟ ها؟ إلى آخر نعم. هذا الحديث. يتكلم هذا أم لا يتكلم؟ يتكلم سبحانه وتعالى نعم. بصوت وحرف متى شاء وكيف شاء. يبقى نعم. إثبات الصفات خلافا للأشعرية. صفة الوجه الأشاعرة لا يثبتون لله وجها. تمام؟ لا يثبتون نعم. لله عز وجل وجها. فأنت تثبت الصفات لله عز وجل كما جاءت في القرآن والسنة، لا تمثلها ولا تؤولها. هذا مسلك أهل البدعة. تمام يا عم الشيخ؟ نعم. إذا إثبات الصفات خلافا للأشعرية كصفة الوجه وصفة الكلام بصوت وحرف. هم يثبتون الكلام، لكن كما يقول الشيخ الجامي يثبتون الكلام لكن في كلام. يعني ايه؟ يعني عليه كلام. يعني صفة الكلام عندهم محتاجة كلام. واضح الكلام؟ يبقى نعم. إذن يبقى إذن إثبات الصفات خلافا للأشعرية. الثالثة عشرة أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله أن ترك الشرك ليس قولها باللسان. يعني نعم. ليس معنى أنه قال لا إله إلا الله أنه ترك الشرك. لا، كما نبهنا من الخطأ أن يظن أو أن يقول الإنسان أن من قال لا إله إلا الله هذا موحد. هذا من الخطأ، لأنه قد يقول لا إله نعم. إلا الله لا يعرف معناه. لذلك لما الشيخ ذكر هذا الكلام في كتاب كشف الشبهات قال فكيف من أبو جهل أعلم منه بلا إله إلا الله. أبو جهل كان يعرف ما معنى لا إله إلا الله. كان يعرف معناها فعلا، وكان يعرف أن نعم. معناها أنه لا يجوز له أن يدعو غير الله ولا يجوز له أن يعبد غير الله. لذلك كانوا نعم. قالوا إيش الكفار؟ أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهم كانوا يعرفون ما معنى لا إله إلا الله. تمام، ولكن إيش؟ جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. معي؟ يبقى إذا لا نعم. نعم. إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله، لا يتقرب بأي عمل أو بأي عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. الرابعة عشرة تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله ورسوليه. نعم، محمد عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسول، عبد الله ورسوله، كذلك عيسى عبد الله ورسول. لا يجوز لنا أن نضعهم في منزلة غير التي وضعهم الله بها. وعبد نعم. لله ورسول عظيم. كذلك النبي عليه الصلاة والسلام عبد لله ورسوله. قولوا عبد الله ورسوله. النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يغلى فيه. قال كما سيأتي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي كما أطرت نعم. النصارى ابن مريم. ماذا فعلت النصارى في عيسى ابن مريم؟ عبدوه حتى جعلوه إلها. نعم. لكن قولوا عبد الله ورسوله، هذا أمر منه عليه الصلاة والسلام. ولكن قولوا عبد الله الذي جاء إليه وقال له إيش؟ ما شاء الله وشئت. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجعلتني لله ندا؟ أجعلتني لله شريكا؟ قل ما شاء الله وحده. قل ما شاء الله وحده. فالنبي عليه السلام كان يحذر هذه الأمة من الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام حذر ونهى عن أن يجعل قبره عيدا يزار، عيدا يحدد له وقت، عيد من التعود في الذهاب إليه قصدا للقبر نفسه. لا يجوز، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا. لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا. يحذر إيش؟ ما صنعوا. هذا من الغلو
لكن هم عباد لله عز وجل ورسل الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. تمام. يبقى نعرف نعم. الأنبياء حقهم، وننزلهم المنزلة التي أنزلهم الله عز وجل إياها، لا نغلو فيها ولا نقصر في حقهم، وسط. واضح الكلام؟ نعم. الخامسة عشرة معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. قلنا كلمة الله يعني إيه؟ ها؟ يعني خلق. أي كن. أيوة، خلقه الله بكن. انتبه نعم. لهذا جيدا. خلقه الله بكن. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب. تمام. ثم قال له كن فيكون. السادسة عشرة معرفة كونه روحا منه. يعني روحا منه يعني روحا خلقها الله. روحا خلقها الله سبحانه وتعالى. انتبه، روحا منه يعني روح خلقها الله. انتبه لهذا. نعم. السابعة عشرة معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. فضل الإيمان بالجنة والنار هذا من أركان الإيمان. الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بالجنة والنار. فالذي لا يؤمن بالجنة والنار هذا كافر مخلد في النار إن شاء الله. معايا؟ نعم. الثامنة عشرة معنى قولي، طبعا قولي إن شاء الله هذا للتأكيد، يعني قد أعلق شيء على المشيئة على وجه التأكيد. هل تفهم هذا؟ نعم. يعني لو قال لك أنت مؤمن، تقول أنا مؤمن إن شاء الله، الاستثناء لكن يكون على وجه التأكيد لا الشك. هو الذي نعم. يدخل بالنار بالجنة والنار فهذا مخلد في النار لا شك. لكن قولي إن شاء الله هذا فيه جواز تعليق المشيئة على شيء متحقق الوقوع، كما قال الله عز وجل: لا تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. وقع هذا أم لم يقع؟ وقع. والنبي عليه الصلاة نعم. والسلام في الدعاء لزيارة القبور إيش؟ وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. سنموت أم لا؟ أكيد سنموت، لكن قال إن شاء الله. نعم. نعم. الثامنة عشرة معنى قوله على ما كان من العمل، أي على ما كان من فساد العمل وصلاحه، ففضل التوحيد يؤدي به إلى الجنة بفضل الله عز وجل. التاسعة عشرة معرفة أن الميزان له كفتان. من معتقد أهل السنة والجماعة يا شيخ محمد الإيمان بالميزان، أن هناك ميزان يوم القيامة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العباد أنفسهم يوزنون. يؤتى بالرجل السمين الغليظ فلا يزن عند الله جناح بعوضة. كذلك له كفتان، وهو ميزان حقيقي وليس ميزان معنوي، لأن المعتزلة قبحهم الله قالوا أن الميزان كناية عن العدل، وهذا خطأ، بل هو ميزان حقيقي وهو ميزان واحد. أما قول الله عز وجل ونضع الموازين القسط هذا باعتبار الموزون، أن الذي يوزن في الميزان أشياء كثيرة. العشرون معرفة ذكر الوجه، أن الله عز وجل له وجه. نقف إن شاء الله عند الباب الذي نعم. بعده، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. عندك سؤال فيما سبق؟ آه، كان عندي سؤال، سألته، لا ليس لدي سؤال يا شيخ. بارك الله فيك، نفع الله بك. فيك يا شيخ. وأنت يا شيخ. فهمت جيدا. نعم، فهمت.